الو يا برو، انت فين؟ ماشي، انا دلوقتي عند سيتي ستارز. انت فين بس؟ انت جوه؟ جوه فين؟ عند السكيورتي يعني اجيلك؟ يا ابني في ايه بس؟ قول لي ايه المشكله. طب انا جيت اهو. طب انا داخل لك حالا. ماشي ماشي يا معلم. يا ابو هاب انت فين؟ ايه ده؟ انتوا اللي واقفين كده؟ طب انتوا مدينا ظهرك ليه؟ ايه في يا رجاله؟ حبايبي والله. والله يا جماعه مش مصدق. ويا حبايبي والله. حبيبي حبيبي والله. المفاجأة التانية محدش عايز يقول لي هنعمل ايه بالظبط، بس احنا طالعين الدور الثامن. فايه الكلام؟ ايه الكلام يا مصطفى؟ ايه الكلام يا سيد؟ يا ترى ايه في الدور الثامن؟ هنطلع نشوف. فيلا بينا نشوف الحوار ده. حبيبي حبيبي يا زميكس، تسلم والله يا برو. حبيبي والله تسلم حبيبي. مصري ما جبتلكش حاجه. ليه كده بس يا صديقي؟ حبيبي والله مصطفى. طيب حبيبي يا برو، تسلم يا برو والله. حبيبي يا مصري. حبيبي يا سندال. حبيبي ديتك كل اللي تحتاجه كيوتيوبر. حبيبي بجد. حبيبي يا سندال. حبيبي يا مصري. حبيبي والله. البرو البرو دي فاضيه بس. انس المصري عندي اسبوع في الجونه كامل. حبيبي ابو هاب سويرس يا جماعه، الجونه دي بتاعتهم اصلا. حبيبي يا برو. حبيبي يا مصر. حبيبي اخويا المصري. حاجه حبيبي بسيطه كده بس وكل سنه حبيبي والله. حبيبي يا ابو حميد. يا مصري. ايه عزومة بيت التلج يا اسطى عندي. بجد والله. عزومة بيت التلج يا رجاله كلها كده عندي بمناسبة عيد ميلاد اخويا انس. حبيبي يا اسطى حبيبي. يلا يا شباب بقى على بيت التلج. دلوقتي احنا بعد ما قطعنا التيكت بتاع الدخول بيديك الكارد ده. في الكارد ده احنا 5. بعدها دلوقتي هنخش بيت التلج. بالنسبه للكارد ده يا جماعه بتستخدم فيه اللوكر وبتخليه معاك لحد نهايه الجوله يعني. فيلا بينا نشوف الحوار ده جوه. يلا بينا. بصوا يا جماعه، بعد كده بتعدي من البوابه وبعد كده بتتجه يعني عند مدينه التلج. فانا اكسايتد اول الحوار ده، خاصه جربته قبل كده في مول العرب. فتعالوا نشوف الامور هنا ممكن تكون ماشيه ازاي. يلا بينا. طبعا بالنسبه للاي دي ده بنسلمه هنا وهيبدا بقى هو يسلمك حلو. انت بتقول له على مقاسك ولا انت عارف المقاس؟ اللبس بتاعه اول حاجه انا بجيبها له من عندي. جميل قوي. حلو جدا. بعد كده بنتجه بقى على مدينه التلج. بعد كده تخش بس اللوكر الاول تغير. حلو. وبعد كده لو في اي مشكله في المقاس بترجع لي تاني. جميل أي قوي. مشكله خلاص اوكي. المشكله ميرسي. بتاعتك وبعد كده بتخش على طول. ميرسي جدا يا جماعه، الناس هنا متعاونه قوي يعني ما شاء الله. طيب بالنسبه ده يا جماعه كارت اللوكر، احنا معانا حوالي 4 اي دي. هيكون منهم ده كارت اللوكر، هيخليه معايا حلو عشان نحط فيه الحاجه بتاعتنا. بعد كده يا جماعه بيسلمك الشوز، بيسالك على مقاسك وبعد كده يعني بيديك معاه اللي هو الجلافز والجوين ده. وطبعا لو في اي مشكله في المقاس او في اي مشكله في حاجه بترجع له هنا وهو بيظبطها لك تاني يعني. ده الشوز اللي انا هلبسه ومعايا الجوين. وبعد كده بقى ايه هنتحرك ايه على جوه. اوكي تمام. اللبس بتاعك بتقيس بقى زي ما انا قلت لك جوه في اللوكر، ولو حلو. في اي حاجه تعالى بدلها تاني عادي. طيب هيبقى لو في اي مشكله او اي حاجه برجع اي تاني. مشكله في الشوز، اي مشكله في اللبس، في اي حاجه خالص تعالى بدلها تاني. حلو جدا. ميرسي. او اسمك ايه؟ زياد معاك. فرصه سعيده جدا. ميرسي جدا. يلا بقى بينا ناخد الملابس ومع الشوز ونروح نلبس الخوذه وبقيه الحاجه. هنا بقى يا جماعه غرفه تغيير الملابس. تمام. بنغير بقى ونستعد وبعدها ننطلق على بيت التلج. طبعا بس بيكون معانا مكان واحد عشان نقدر نحتفظ بحاجاتنا، هو الجابر الصغير ده بتحطه فيه هنا. دلوقتي بقى انا بتيجي تستلم الخوذه بتسال بقى على مقاس الراس وكده ولا شوف حاجه بتناسبني يعني. اوكي.
طبعا بقى بيظبطها لك وكده عشان تبقى سيفتي جوه عشان لو في اي حاجه. طبعا الاماكن جوه خطر، فمن غيرها يبقى في مشكله صح. اديله الكارد وهو بيعلمك وبتعدي تخش كده. اوكي ميرسي. بنخش هنا بقى المتعه. الجو هنا يعني بدايه التلج كده حاجه تأهيليه. يلا بينا بقى. الجو تلج يعني لو اوصف لكم درجه تحس كده ان انت في القطب الجنوبي او حاجه زي كده يعني. يا نهار ازرق. حد ثواني هطلع فيلم. صور الطلعه دي يا عبد، صور الطلعه دي عشان هموت انس. ثواني. بناخد التيوب دي يا جماعه ونطلع عشان ننزل بيها. دي اول اكتيفيتي هنجربها اللي هو حوار التيوب ده. بتاخده بتطلع على البتاع ديت. لا حوار جامد، انا اكسايتد قوي. احنا لسه هنكمل، ممكن احنا نمشي عشان البتاع دي بطيئه قوي صراحه. بنتحرك. انهي الافضل، انهي فيها اكشن اكتر. اوكي يلا انا معاك. بعد كده بنقعد. هتعمل لي سبارتا ولا ايه؟ اكشن كتير فيها زي منحدرات وكده. دلوقتي بقى هنجرب الاس، يعني اعتقد اقل اكشن يعني وكده. المكان كله مليان اكتيفيتي، فتعالوا بقى نشوف اللي هي السله دي كده. بتعدي نفضل فاكرينها سنين وسنين، مسافات وفرقنا ما بينسيش. لا ده بقى بيلعب سله بقى. طبعا في هنا اكتيفيتي كتيره زي ما انتم شايفين كده. من ضمن الاكتيفيتي دي بيبقى عليها زحمه شويه، ان هو بتركب جوه كوره كبيره كده. بس اعتقد هتكون تجربه يعني الواحد متحمس جدا ليها. يا جماعه انا مزاحم سيرفور، فيلا بينا نشوف الحوار ده. انا اكسايتد قوي، يلا بينا. بقول لك جامد. انت مش عارف ايه اللي بيحصل، تشالف فيها حقيقة يعني حاجة حلوة جدا. كنت اكسايتد قوي بتخش جواها تقعد تتشقلب كذا حاجة كده ورا بعض، يعني بيبقى فيها كمية ادرينالين عالية قوي. حقيقي الاكتيفيتي هنا حلوة كلها يعني. ايه رأيك في الاكتيفيتي؟ حلو. أول مرة تجربيها ولا أكتر من مرة؟ لا أول. اوكي. تعالوا بقى نتحرك بقى على ثالث اكتيفيتي هنا في المكان. هنروح عند العربيات ونشوف التجربة هتكون عاملة ازاي وكده. بس يا جماعة يعني المساحة اللي يا جماعة دي بتكون تالت اكتيفيتي بتجربها هنا في المول في بيت السلك. صراحة يعني مقارنة بالاكتيفيتي التانية يعتبر أفضلهم
كده عملنا الثلاث اكتيفيتي فاضل بس اعتقد بعد كده هتكون مملة يعني بعد ما تخلص التسجيل. حبيبي كل شطة يا مصري. أيام في العمر ما بتعديش نفضل فاكرينها سنين وسنين مسافات وفراقنا